2003 الولايات المتحدة على حدود إيران، إسرائيل مدعومة من قبل الولايات المتحدة، هاتين القوتين قوتين نوويتين. كيف نوازن هذا التهديد الإسرائيلي؟ عبر دعم من يقفون أمام إسرائيل من حركات مقاومة. بعد سقوط نظام البعث فتح الباب بشكل أكبر لعمل فيلق القدس أمام الولايات المتحدة بتعاون مع المعارضة العراقية. في مرحلة ما في مظاهرات جرت في إيران كان الحديث عن أنه لماذا كل هذا الإنفاق على حزب الله، على غزة، على الحماس، ما نحن أهل مكة أولى بهذه الأموال. بشكل عام نظرة الشارع للحرب الإيرانية العراقية، النظرة الآن هي أن الحرب كانت مصيبة كبرى. يذكر هاشمي رفسنجاني كان يقول: واجهنا مشكلة في التعبئة، الشباب تعب من الحرب. لماذا اهتم الإيرانيون بالانتفاضة السورية؟ ما الإيرانيون كانوا فرحين بالربيع العربي. بعد سقوط النظام السوري وخروج المشاهد وسجن صيدناية، يعني ما شكل حركة السلطة أمام الشعب الإيراني بأن احنا كنا ندعم هذه الأمور اليوم؟ أكيد الحرج كان كبير. لماذا تجد إيران دائما نفسها وحيدة؟ يعني هذا سؤال ما ينسأل في إيران.